السلام عليكم اخوتي، واش راكم؟ صافا ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله نتطرق الى موضوع مرض الصلع عند الحسون. اغلبيه الناس يعانون منه في مرحله تغيير الريش. يا ننصحكم تستعملوا بيتادين. هذا نافع. انا كل خطره نجربه وعطاني نتيجه، ودوك نجربه قدامكم. والله نديرو شويه في اللاغل ونقد بكوطونتيش كيما هكا. بشويه كيما بالظرافه ونظافه من وسخ الطيب من بهدله. وكاين اللي يقولك دوش بالماء تاع البحر. انا ما نكذبش عليك، الماء تاع البحر ما جربتوش، بصح البيطادين راني نجرب فيه الحمد لله جاب نتيجة. راك نزيدوه تاني. سمحولي خاوة باسكو راني قاعدة بالطير واني نداوي فيها. كيما هكا. ومن الأحسن زيدو تقدمولهم الكالسيوم، خاطرش تاني نقص الكالسيوم هو السبب في صلع الطائر، خاصة عند الحسون والكناري. نيم شوية. يا الله كريم، نزيدو شوية تاني. كاين تاني طريقة أخرى وجربتها أنا تاني عطاتني نتيجة في الطير الآخر، هي التوم الأحمر ولا التوم الأبيض، غير كيف تكتب فص توم تقطع على اثنين بالسكين وتحك غي بشوية على المنطقة اللي فيها الصلع. بشوية. دوك نوريكم الطير الزاوج اللي كنت ندله التوم الأحمر. أي توم، كي توم الأحمر كي توم الأبيض. صبر دقيقة. ها هو الطير الثاني الحمد لله زعما جابت نتيجة شوية. غيطلع لها الريش في الرقبة. والأغلب كاين خطرات تكون الفاش هو السبب تساقط الرشحة من الرقبة. ترتاب. شوفوا دوك نزيد ندير ثاني شوية بيطادين، نعاونها بالبيطادين. بيطادين كاين الأحمر وكاين هذا الأصفر. أنايا نخدم بالأصفر، الأحمر ما جربتوش، ما نكذبش عليكم. نتوما جيبو الأصفر، هذا الأصفر خير. شوف ندير غير بشوية باسكو هذا باري صعيب طلع الريش في السبوكة. نيم شوية. وسمحونا على الغياب الطويل باسكو كنت في السبيطار، عليها اللي طولت عليكم. الله يشافي كل مؤمن.
مازال كاين ان شاء الله نحط لكم شويه شون، نحط لكم كاين جديد ان شاء الله. ايوا الحمد لله يا ربي. ارتب ارتب ارتب. ايوا السلام عليكم يا جماعه، تهلاو في رواحكم.